امبارح كنت راجع من الشغل وانا باين عليا الهلاك، فبقول لامي حطي لي الاكل يا ست الكل علشان مش قادر. لقيتها بتقول لي ما عملتش اكل النهارده ماليش مزاج. فقلت اقول لها كلمتين كده من اللي بيشغلوا الحنيه بتاعه الامهات. قلت لها علشان خاطري يا حاجه، ده انا راجع حافي من كتر التعب وجعان مش قادر اشوف قدامي. لقيتها بتقول لي يا حرام تصدق صعبت عليا، انزل يلا هات لك اي حاجه تاكلها من عند عم ابراهيم. قلت لنفسي انا تعب دماغي ليه ما اجيب النار جنب البوتاجاز. فقلت لها طب انا مثلا هصبر نفسي وهاكل اي حاجه، بس بابا ذنبه ايه؟ ده راجل برضه شقيان وجاي مهدود زي. لقيت بابا بيقول لي بص يا ابني، لو فاكر انك هتعرف تولع الدنيا بيني انا وامك، احب اقول لك ان ده مش هيحصل، علشان الحاجه الوحيده اللي مولعه هي نار قلبي وحبي ليها. فانا يا ابني ما بحبش الدراما وما بحبش الكوسه كمان، بس بحب الكبده الاسكندراني من ايدها. لقيت امي عملت انسحاب تكتيكي ودخلت المطبخ بعد الكلمتين دول، وبتعمل لنا كبده اسكندراني كمان. وبابا حط راجل على راجل وقال لي شايف يا ابني، دي الحروب اللي بنكسبها بالكلام مش بالصوت العالي. بصراحه بابا طلع لعيب، انتوا ايه رايكم؟